ضحكوا عليك وقالوا لك الاهلي بيكسب بالحكام، وضحكوا عليك وقالوا لك الزمالك بيكسب بالعرق. طب تعالى يا عم رضا الكنغولي، تعالى يا رضا الكنغولي، وتعالى يا احمد يا عيد عبد الملك، وتعالى يا احمد يا حسام يا ميدو، يا اللي بتقول ان الاهلي بيتجامل بالتحكيم. تعالى يا اعلام الزمالك، تعالوا اوريكم النهارده الاهلي وهو بيفوز على فيوتشر، وبرغم من كده الاهلي ملغي منه هدف صحيح 100%. الهدف اللي اتلغى للاهلي النهارده هدف صحيح 100% باجماع خبراء لجنه التحكيم في استوديوهات التحليل. الهدف صحيح والكرة واضحه، وهنتكلم عن التفاصيل، وهنتكلم عن الزمالك. هنتكلم عن الزمالك ان في كل مباريات الدوري في الزمالك اللي تعادل فيها او خسرها ما اتحسبش للزمالك فيها ولا ضربة جزاء. الزمالك اللي بيكسب بالعرق، الزمالك اللي التحكيم ما بيجاملوش، الزمالك اللي بيقول على نفسه مظلوم. الزمالك ده في كل ماتشاته اللي تعادل او خسر فيها في الدوري السنه دي ما اتحسبلوش فيها ولا ضربه جزاء. اذا الزمالك بتاع العرق لما ما بيتحسبلوش ضربه جزاء بيخسر او بيتعادل. والاهلي اللي بيقولوا انه بيكسب بالتحكيم او الحكام بتساعده لما بيفوز النهارده، ومش النهارده وبس، في مليون ماتش الاهلي بيفوزوا، وبيكون في حالات تحكيميه ظالمه للنادي الاهلي، وبيكون في اهداف الاهلي احرزها اتلغت والاهداف صحيحه، وبيكون في ضربات جزاء صحيحه ما بتتحسبش للنادي الاهلي وغير صحيحه بتتحسب على النادي الاهلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بمسي على كل اخواتي الاهلاويه اللي منوريني دايما. بتمنى منكم دعم الفيديو بلايك وشير وكومنت، دعما منكم لاخوكم الاهلاوي. انا عايز بس رضا عبد العالي يجيلي، انا عايز بس رضا الكنغولي والكابتن احمد حسام ميدو العالمي، وشويه الهزازين الرؤوس دول اللي بيقولوا لك ان الاهلي بيتجامل من التحكيم، وسبب صداره النادي الاهلي او فوز النادي الاهلي هي المجاملات التحكيميه. طب الكوره دي واللعبه دي، الهدف اللي اتلغى من النادي الاهلي في اول ربع ساعه يعني كان غير سير اللقاء تماما. مش عشان الاهلي كسب بقى هنسكت، لا احنا اتعلمنا من الدرس. احنا كجمهور النادي الاهلي اتعلمنا من الدرس ان لو في اخطاء تحكيميه هتضر النادي الاهلي حتى لو الاهلي فاز هنطلع ونتكلم عنها، علشان اعلام الزمالك بيقول ان الاهلي بيكسب وبيتجامل من التحكيم. ادي الكوره دي اسامه ابو علي عامل تاكلينج، لامس الكوره اولا خلاص مفيش اي فاول، حتى لو حصل احتكاك بعد لمس الكوره لعب على الكوره ولمسها ورجعها القفشه. وده دليل على ان احنا عندنا واحد من افضل مهاجمين النادي الاهلي ومن افضل صفقات النادي الاهلي في اخر 10 سنين، اسامه ابو علي. شوف محاولته على الكره الميته دي وعمل منها اسيست القفشه اللي حطها ولا اروع في المقص الشمال للحارس. ولكن الحكم بيلغي الهدف وما بيرجعش للفيديو، وحكم الفار ما بيستدعيهوش وما بيقولوش الهدف صحيح المفروض ما يتلغاش. ونحتسب ان الاهلي يا عم كان خسران، مالكش دعوه الماتش عمل ايه، مالكش دعوه ان الاهلي جامد. يعني انت مالكش دعوه ان الاهلي جامد وعافي على اي حاجه، مالكش دعوه ان الاهلي بيفوز على اتحاد الكوره وعلى لجنه الحكام وعلى اعلام الزمالك وعلى كل الناس، مالكش دعوه بده، مالكش دعوه بنتيجه الماتش. انا عايز الكوره دي حد يقول لي ليه ما اتحسبتش هدف، ليه الفار ما رجعلهاش، ليه ميدو ورضا عبد العال بيقولوا ان الاهلي بيكسب بالحكام برغم ان الكوره دي ما اتحسبتش هدف، الفار ما رجعلهاش، وبرغم ان الاهلي اتظلم وكان خسران 1-0 بيرجع وبيفوز. فهموني يا رئيس يا محلي انت وهو، حقدكم على الاهلي ليه كده؟ ركز في فريقك اللي في المركز التاسع ده اللي هيهبط ومالكش دعوه بالاهلي. في الناحيه الثانيه بقى وفي المقابل الاعلام وكابتن ميدو اللي بيقول ان الزمالك مش واخد حقه في الدوري، والزمالك مش عارف ايه، والزمالك مظلوم ومفيش حياديه ومفيش مش عارف ايه وبتاع الكشري. الزمالك اللي مظلوم ده الاتحاد الكوره والحكام بيحسبوا له ضربات جزاء اونطه في اونطه، وفي الاخر بيخسر او بيتعادل.
وبيلغوا من عليه اهداف صحيحه، وفي الاخر بيخسر او بيتعادل. وكل الماتشات اللي الزمالك اتعادل وخسر فيها ما اتحسبلوش فيها ضربه جزاء. انت فاهم الجمله؟ انت فاهم القصه؟ انت فاهم انا بتكلم في ايه؟ يبقى انت طول ما انت ما بيتحسبلكش ضربات جزاء يا بتخسر يا بتتعادل، وكل ما بيتحسب لك ضربات جزاء اونطه بتكسب فيها. فاعرف يا بائس يا محلي مين اللي بيتجامل من التحكيم، واعرف يا بائس يا محلي ان كيان النادي الاهلي اقوى من الظلم التحكيمي، واقوى من مؤامره اتحاد الكوره، واقوى من ضغط الماتشات، واقوى من اي حاجه، وباذن الله الدوري اهلاوي. سلام.